اتنين نشوف حياتهم بتتغير بعد ما بيتسببوا في مقتل شاب بريء. فجأة بيبقوا مسؤولين عن حماية قرية كبيرة ضد الخطر اللي بتواجهها. هنتفرج مع بعض على ملخص فيلم كيمات. يلا بينا. بيبدأ الفيلم مع شابين وهما ديفو وأجاي. وهنا أجاي بيدخل ملهى ليلي كله مسجلين وبيحاول يقنعهم إنه ضابط عشان يخافوا منه، ولكنهم بيهددوه لحد ما بيدخل ديف صاحبه وهو لابس زي الضباط وبيخلعوا منهم بسرعة قبل ما يضربوه، وبيقول له احنا محتاجين نشتغل من غير خطر وما نحطش نفسنا في مواقف زي دي تاني ممكن تعرضنا للموت. فبيشوفوا فيلا كبيرة لرجل أعمال مليونير ولكنه مغفل، فبيتنكروا في زي عمال وبيدخلوا يقولوا له إن في تلف في ماسورة المية عندك، فاحنا هنسيبها لك مفتوحة وانت سدها بإيدك لحد ما احنا نشوف الغلط فين. وأثناء ما هو بيسمع كلامهم وبيسد الماسورة بيكونوا هما بره بياخدوا كل حاجة في المكان. وأثناء ما هما ماشيين بيقابلهم ضابط ولكنه تافه وجبان حبتين وهما ما يعرفوش كده، فبيقعد يعيش عليهم الدور لحد ما بيخافوا منه لا يقبض عليهم، وفجأة بيسيبوا الحاجة بتاعتهم ويهربوا بسرعة. وساعتها بيجيلهم فكرة تانية إن هم يروحوا ملهى ليلي يرقصوا ويقدموا استعراض، وأثناء الاستعراض يقوموا بسرقة الناس. وبيتعرفوا هناك على بنت اسمها مانسي وبيقدموا استعراض معاها بالفعل، وبعدها بيحاولوا يسرقوا منها الفلوس، ولكن الحقيقة إن هي بتطلع أذكى منهم وبتسرق منهم المحفظة. وبيجي صاحب المكان يطالبهم بحق الحاجات اللي اتكسرت ولكنهم مش معاهم فلوس، فبيعرفوا إن هي سرقتهم وبيجروا وراها. وأثناء ما هي بتجري بتكون لقت مجموعة شباب فبتقرر تستعين بيهم عشان يحموها، ولكن لما أجاي وديف بيسيبوها ويمشوا بيظهر إن هم عاوزين يتهجموا عليها. وأثناء ما هي بتستنجد وبتصرخ بيظهر أجاي وديف مرة تانية، بيبدأ ديف يضرب فيهم ومبيقدروش عليه وكل واحد بيمسك سلاح، ولكن أجاي بيرفع عليهم المسدس ولكن ديف بيطلب منه ينزله، وبيكسر ديف إزازة كحول على رجليه وبيولع فيها وبيقعد يضربهم بالنار اللي في رجليه لحد ما بيخلص عليهم. ومانسي بتندهش باللي ديف عمله، وديف بياخد منها الفلوس بتاعتهم وبيقول لها متحاوليش تعملي كده تاني. وهنا بنروح لشاب وهو بيشتكي من الظلم اللي بيتعرض له هو وأهل قريته بسبب شخص اسمه سانجانيا، وما بيكونش عارف إن سانجانيا بذات نفسه قاعد مع المحافظ وهم كلهم فاسدين. فبيقول له ما تقلقش هنجيب لك حقك ومش هنسكت، وساعتها هو بيشكرهم وبيخرج. واول ما بيخرج بيقرروا ان هم يخلصوا منه. وهنا اجاي وديف بيتمشوا في الموقف بتاع الاتوبيسات بيلاحظوا ان في شاب معاه فلوس كتير، فاجاي بيندفع عشان يسرقهم منه. واثناء ما بيتتبعوا بيكون الشخص اللي تبع سانجانيا هو كمان بيتتبعه عشان يقتله، وبيجري وراه ديف عشان يمنعه، وبيكون لسه هيضرب عليه نار ولكن اجاي بيتدخل ويمسك ايده عشان ياخد الفلوس، وبالفعل بياخد الفلوس ويجري، وبيبدا الشاب يجري وراه. واثناء ما بيجري وراه بيجي الشخص اللي تبع سانجانيا يخبطه بالعربيه وبيموت. وهنا اجاي وديف بيحاولوا يلحقوه ولكنه بيقول لهم ان الفلوس دي مبعوثة لاهله في القرية عشان يساعد بيها اهل القرية، وانتوا كده منعتوا حاجة كويسة ان هي تحصل بسبب شوية فلوس. وبالفعل بيموت، فبيحسوا بالذنب ان هم لو ما كانوش سرقوا ما كانش هيحصل كل ده. وبيلاقوا ان في ورقة في المحفظة من امه وهي بتقول له اننا مستنيين نشوفك في الزيارة الجاية والاسرة كلها بتسلم عليك. ساعتها ديف بيزعل اكتر وبيعاتب اجاي باللي هم عملوه، بيقرروا يصلحوا اللي هم عملوه ويوصلوا الفلوس لاهل بيته. بالفعل بيسافروا للقرية وبيلاحظوا ان هي قرية فقيرة جدا مقارنة بالمدينة اللي هم عايشين فيها. وهم ماشيين بيلاقوا شخص بينده عليهم وبيتضح ان هو ده الضابط المسؤول عن القرية وان هو ضابط فاسد، وبيحاول يتعرف عليهم لان هم مش من هنا وبيهددهم وبيفرض نفسه عليهم. ولكن اجاي بيقرب منه وبيقعد يديله احترام لحد ما بيسرق منه المحفظة في الاخر. وبيمشوا بيوصلوا لبيت شخص اسمه المعلم، وهو عشان المعلم الكبير في القرية واللي مسؤول عن تعليم اطفال القرية كلهم، وبيكون الشاب اللي مات ده هو ابنه. واول ما يعرف ان هم جايين من تبع ابنه بيمشي الاطفال كلهم وبيرحب بيهم وبيستقبله. واثناء ما بياكلوا بيلاحظوا ان هو متجوز، فديف بيحس بالذنب اكتر لان هي كده اصبحت ارمله بسببه. وهنا المعلم بيلاقي تهديد من شخص تابع لسانجانيا وبيطلب منه يدفع الضرايب اللي عليه والا هيرميهم في الشارع، وبيطلب منه المعلم يجوا في وقت تاني عشان عنده ضيوف مهمين ولكنهم بيرفضوا. اجاي وديف بيلاحظوا ان مرات الشاب ده بتعرض الذهب بتاعها عليهم عشان يمشوا، وساعتها بيقرروا يخرجوا ليهم ويشوفوا ايه الكلام يهددوه، وبالفعل بيخاف منهم ويمشي. وهنا ديف بيدي الفلوس للمعلم وبيقول له الفلوس دي كلها ابنك اللي بعتها لك. وبيبدأ المعلم يحكي لهم عن القرية واللي حصل لها، وان كان في شخص ساعتها اسمه سانجانيا كان متحرش بالبنات زمان، ولما حاكم القرية ضربه قدام القرية كلها وطرده، قرر انه يجي في وقت متأخر ويموته هو ومراته وبيولع في البيت بتاعهم. واكتشفنا ساعتها ان سانجانيا رجع اقوى من الاول وبقى معاه فلوس كتير وبقى عاوز ان القرية دي تبقى ملكه، لكن اهل القرية رافضين لانه هيدمرها. وهنا بيضحكوا على الراجل اللي تبع سانجانيا عشان ياخدوا منه الورق اللي كان بيهدد بيه المعلم، وبالفعل بياخدوا منه الورق وبيطلع يجري منهم.
وبيدوا الورق للمعلم وبيقعد يشكرهم جدا وبيفرح ان هم كده في امان ومحدش يقدر يطردهم من البيت. واثناء ما اجاي بيتجسس على البنات وهم بيستحموا بيقع من على الشجره وبيشوف بنته قدامه، ولكنه بيخرج بسرعه وبتروح البنت تجيب اهلها عشان يضربوه. ولما اجاي بيستعين بديف بيقول له انا النهارده صايم ومش هقدر اساعدك، وبيلاقي اجاي واحد ضخم قدامه ولكنه بيضربه وبيقدر يهزمه. يروح للبنت دي اللي بالمناسبه اسمها شارميني وبيقول لها تستاهلي نعمل عشانك كل ده، وهو بالفعل بيكون معجب بيها. وبنروح هنا لسانجانيا وهو واقف مع المعلم وبيهدده، وبنلاقي فجاه عصايه ضربت فيه وبيلاقي ديف قدامه بينصحه ان هو ما يتعرضش للمعلم تاني ولا يهدده. ولما بيقول له ان رجالته منتشرين وما يقدرش يعمل حاجه بيكون اجاي قاعد على مكان عالي ومعاه اسلحه، وبيحاول سانجانيا يضرب ديف ولكن بيكتشف ان هو قوي، وديف بيحذره مرة تانية انه ما يقربش ناحيتهم. وهنا ديف بيكتشف ان مانسي وصلت لهم واقنعتهم ان هي خطيبته وهتقعد معاهم عشان تفضل مع ديف. وهنا مرات ابنه بتقع فجأة بسبب ألم شديد في بطنها، وعلى ما بيحاولوا يجيبوا دكتور بعيد بتكون للأسف ماتت. والمعلم بيحزن جدا وبيقول لهم دي نتيجة ان احنا ما عندناش مستشفى ولا دكتور في القرية، وعشان كده كنا بنحاول نساعد بالفلوس اللي بتجيلنا كل شهر. واثناء الجنازة بيلاقوا اتوبيس جه على القرية فبيفتكروا ان ابنهم وصل، ولكن بيكتشفوا انه مش هو، وبيزعلوا كلهم وبيكونوا معترضين ان هم يدفنوها الا لما يجي. ولكن امه بتقول لهم ابني عايش واكيد هيجي. وساعتها ديف من كتر احساسه بالذنب بيقول لها ان ابنك مات واحنا كنا السبب في موته، وبتقعد تقول لهم احنا اعتبرناكم مننا وما حسيناش لحظه انكم ممكن تكونوا عملتوا كده. ولكن المعلم بيترجاهم ويمشوا وبيطلب منهم يمشوا وما يرجعوش هنا تاني، وبالفعل بيركبوا القطر ويمشوا. وساعتها سانجانيا بيفرح جدا لان الناس اللي كانت بتقف قصاده وتحمي المعلم ما بقوش موجودين ومهمته بقت اسهل من الاول. ساعتها بيكلف الضابط وبيديله رشوه، بيقول له احنا بكره هنولع في القريه بالليل ومش عاوزينك انت ولا قوتك تكونوا موجودين. وبالفعل بيبعت رجالته يولعوا في القريه. وهنا بنلاقي القريه كلها بتولع وبيحاول المعلم يمنعهم ولكنه ما بيقدرش عليهم. وبيظهروا فجاه اجاي وديف مره تانية. بيقدر اجاي ينقذ الطفل اللي كان محبوس جوه البيت. بيقولوا للمعلم خد اهل القريه واهتموا بالحريق واحنا هنهتم بالعصابه، وبيبداوا ضرب فيهم. ولكن اجاي بيحاول يضرب نار ما بيعرفش بسبب الدخان اللي قصاده، لحد ما بيطلعوا على مكان عالي وبيضربوا عليهم وبيموتوهم كلهم وبينقذوا القريه منهم وبيفرحوا لانهم انقذوهم. ولكن المعلم بيكون غضبان بسبب ان هم رجعوا مره تاني فبيسيبهم ويمشي. وساعتها ديف بيكون زعلان وبيقول لمانسي نعمل ايه اكتر من كده، احنا حاولنا نصلح من نفسنا ولكن الذنب بيطاردنا. فبتقول له حط نفسك مكانه وشوف هتقدر تعمل ايه، انت فقدت ابنك بسبب ناس والناس دول طول الوقت قدامك، لازم تعذره لحد ما يهدى. وساعتها بيظهر خطه لسانجانيا انه لازم يوقع ما بينهم عشان الكفه تبقى مايله ليه هو. وبالفعل بيبدا المساعد بتاعه يستدرج اجاي ويدخله في صالات مراهنات، واجاي بيخسر كل فلوسه لما بيروح عشان يسرق الدهب بتاع اخت الشاب ده. تكون اخته شايفاه وبتروح لديف بتقول له انتوا هنا عشان الحمايه ولكن كمان بتسرقوا الدهب الوحيد اللي عندي. وساعتها ديف بيعرف وبيروح لاجاي يتكلم معاه، ولكن اجاي سكران ومش واعي لحد ما ديف بيضربه وبياخد منه الدهب لحد ما اجاي بيرفع المسدس على ديف. وساعتها ديف بيقرر ان كل واحد يروح من طريق. تنجح خطتهم بالفعل وبيروح اجاي لسانجانيا وبيوعده انه هيخليه مليونير بشرط ان هو يسلمه القريه. وساعتها اجاي بيقول له ان مفيش غير طريقه واحده عشان نعمل كده، وبيروح القريه ومعاه رجاله كتير وبيبدا يهدد فيهم وبيقول لهم محتاجين امضاء كل الناس وده تنازل عن املاك. في الاول بيرفضوا ولكن لما بيبدا يقتل فيهم ديف بيغضب وبيقول له كفايه وبياخد منه الورق والناس بتمضي بالفعل. واجاي بيلاقي شارميني قدامه وبتضربه بالقلم وبتقول له ده انت طلعت وسخ وساخه. وبيكون اجاي خد الفلوس من سانجانيا مقابل الورق وبيمشي. فبيلاقي ديف مستنيه وبنكتشف ان هم كانوا عاملين خطه اللي هي لما شارميني سمعت مساعد سانجانيا بيتكلم مع الضابط وبيقولوا الخطه. ساعتها هي قالت لاجاي وديف قرروا ان هم ينفذوا الخطه ويستفادوا منها ويجيبوا فلوس يساعدوا بيها القريه. وبيفهموا اهل القريه ان الراجل اللي مات ده كان تمثيل والورق كله كان مزور. ولكن بيجي المعلم وبيرفض الفلوس وبيقول لهم ان الفلوس دي حرام وجايه من واحد نصاب وانا مستحيل اخدها. وبيكون المعلم مقرر ان هو يسيب القريه ويمشي. وساعتها سانجانيا بيكتشف ان الورق كله كان مزور وان هم كانوا بيلعبوا بيه كل ده. يا ولاد الكلب دول بقلشوني. فبيغضب وبيقرر يموت اهل القريه كلهم. وبالفعل بيحصل هجوم على القريه وبتكون فاضيه ما فيهاش حد الا ديف واجاي اللي بيطلعوا فجاه يضربوا عليهم نار، ولكن عددهم بيكون كبير جدا وبيحاولوا اجاي وديف يجروا منهم وما يتصابوش. وبتبدا حرب ما بينهم لحد ما اجاي وديف بيتصابوا هما الاثنين وبيكونوا مرهقين جدا وده بسبب عددهم الكبير. وبيقولوا لبعض ان احنا اللي اخترنا المصير ده لازم نصلح كل حاجة ونكمل اللي احنا بنعمله. فبيطلعوا مرة تانية عشان يحاربوهم. وساعتها سانجانيا بيضرب نار على رجليهم وبيمسكهم وبيكتفهم في شجرة. بيجيب المعلم واسرته وبيقول له اللي انت كنت بتتحمى فيهم هم قدامك وانا هعمل حاجة قدام القرية كلها هتخلي عينك مكسورة طول العمر.
وبيأمر الراجل بتاعه ان هو يجيب بنت المعلم ويغتصبها قدام اهل القرية كلهم. وساعتها اجاي وديف بيغضبوا وبيقدروا يقوموا ويضربوهم وبيكسروا الشجرة، وبيحاول يتحفظ على البنت ولكن المعلم بيحاول يمنعه ولكنه بيتضرب وبيفقد الوعي. وبيقدر ديف ان هو يجي وينقذها وبيضرب الراجل لحد ما بيخلص عليه. وهنا مرات المعلم بيحاولوا يحاصروها وبيقولوا لها ربنا هيبعت ملاك ينقذك. ساعتها اجاي بيظهر وبيقول لهم مين ده وبيضربهم هما الاتنين. وبعدها سنجانيا بيقدر يمسك اجاي وبيطلب من ديف انه يسلم نفسه والا هيقتل صاحبه. وبيكون اهل القريه كلهم جم ومعاهم اسلحه ولكن بعد فوات الاوان. وبيجي ديف وبيحاول ينقذ صاحبه ولكنه مش عارف يتصرف ازاي. وبيقعد اجاي يقول له بلاش تستسلم وتسمع كلامه، احنا كل ده بنصلح اللي عملناه حتى لو مقابل ان احنا نموت. لحد ما ديف بيجيله فكره وبيضرب اجاي برصاصه في رجله، وفي نفس الوقت بيقوم ضارب سنجانيا برصاصه في دماغه وبيموت سنجانيا. وبيجي ديف يسند اجاي وبيعتذر له وبيمشي، ولكن المعلم بيطلب منهم يفضلوا معاهم وبيشكرهم وبيقول لهم انتوا دلوقتي صلحتوا اللي عملتوه. وبيفرح معاهم اهل القريه كلهم. وبيخلص فيلمنا يا صديقي. ما تنساش اللايك والسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. سلام.